في فضيحة جديدة للإعلام والتلفزيون السوري وبشكل غبي جدا. شاهد قناة الدنيا تأخذ شهادات من محللين صحفيين عاملين لدى القناة وتلتقي معهم في الشارع على أساس أنهم مواطنون عاديون من الشارع السوري يعبرون عن رأيهم ويناشدون بشار الأسد. ثم بعد فترة تلتقي القناة معهم بصفتهم الحقيقية كمحللين سياسيين للوضع في سوريا بشكل غبي جدا، ظنا منهم أن المواطن السوري غافل أو نائم. الوهم والإيحاء أنهم من عامة الشعب. شاهد وراقب. صرنا فترة قاعدين وساكتين، عم نشوف وساكتين، إن كان على النت ولا إن كان اللي عم نشوفه على الواقع. بس وصلت لمرحلة آخر شيء ما عاد حدا يقدر يتحمل. هدول جنودنا، هذا جيشنا، هذا اللي حامينا. نحن بعد هيك ما عاد نحسن نسكت، بدنا الرئيس فورا يدخل الجيش ويخرس كل هالعالم اللي عم تحاول تقتل كل هالابرياء هدول اللي راحوا. هذا الجيش هو حامي الوطن، هذا الجيش هو اللي وقف ضد الكل وضد الجميع. هذا بيكون جزاته، هذا نحن هي مكافأتنا لجيشنا السوري. انا هي رسالتي للسيد الرئيس وكل الموجودين هون، بدنا الجيش فورا يتدخل ويخرج. من هذا المواطن العادي؟ لما عم نحط نحن الجيش شو هي؟ يعني هي بالاساس هي قناة يهودية تم شراءها من قبل دولة قطر، وهذا الشيء مثبت، واشترطوا عليهم يخلوا الجي اللي هي جيوش مشان تضل انه هي الجزيرة، تمام؟ بشرط انه هن ياخذوا الجزيرة. هلا نحن اذا بنولف بنلاقي انه الجزيرة مع ليش الرمز الجي محافظة انه هي القناة. ونزلنا كلياتنا تأييد للسيد الرئيس، تأييد للجيش. نحن امبارح كنا بالجولان والرصاص فوق راسنا. انا بحكي للشيخ العرهور، هذا الشيخ الفتنة يلي. من هذا المواطن العادي؟ نحن اليوم استفدنا من التجربة. نحن اليوم عم نعمل ابحاث وعم نعمل ماجستيرات ودكتوراه بالاعلام اللي عم تقوم فيه جزيرة، الاعلام السلبي. فالجزيرة شو عم تعمل؟ صور ذهنية مربوطة بحدث مع كلام كاذب فيه مشاعر، وهي عم تشتغل على هالمشاعر. أنت أكبر كاذب وسوقي. لماذا اختلقت شخصيتان؟ وعلى أي أساس تطلب تدخل الجيش؟ نعمل ما جن ليل البغي طردا وأولغ كلبه في كل حال. أفاق المخلصون بغير خوف وقالوا للعلوج بصوت جالي